السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بكل أمراضي الحلوين اللي شرفوني ونوروني وكبروا عيلتي. صباح الفل عليكم أو مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. بحب أشكر كل الأمراض اللي نوروني وشرفوني وكبروا عيلتي. نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليها أفضل الصلاة والسلام. صباح الفل على عيونكم الحلوين، صباح الروقان، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل تجهيزات كده للعيد معانا. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. اول حاجة بس كده نعمل اي حاجة نشربها تفوقنا كده بقى اللي انتي بتحبيه، سواء نسكافيه، قهوة، شاي، شاي بلبن، اللي انتي بتحبيه يا قمر اعملي اللي انتي عايزاه. اهم حاجة بس كده تفوقي وتصحصحي عشان تبدأي يومك صح. خلاص كده يا بنات، عملت النسكافيه بتاعي. بصوا انا عندي النسكافيه والقهوة دول هما الادمان بصراحة، يعني الشاي ده انا ممكن اشربه في الاوقات اللي هو انا ما عنديش ولا ده ولا ده او مقريف لكن بجد ما بحبش غير النسكافيه والقهوة. احسن حاجة تعمليها يا قمر اول ما تصحي ان انتي تفتحي شبابيكك وبلكونتك وتجددي الهواء اللي عندك في الشقة. لازم تخرجي اي طاقة سلبية وتدخلي هواء نظيف يجدد عليكي يومك. اتشجعي بقى يا قمر، ولو وراكي اي سجادة، اي مشاية، حافظة، اي حاجة لسه ناقصاكي قومي كده واعمليها وتشجعي. وان شاء الله باذن الله كل حاجة بتهون. بص يا بنات، انا النهاردة هفرز معاكم كمية طماطم حلوة. انا بعمل ايه عشان مرهقش ميزانية بيتي؟ كل ما بنزل كنت بجيب 3 كيلو طماطم واشيلها في الفريزر، 3 في 3 في 3 في 3 لحد الكمية خلاص اللي انا عايزاها. اروح مطلعاها كلها من الفريزر، غسلاها كويس وحطاها في الحلل بتاعتي من غير اي اضافة مية لان هي بتبقى شاربة مية، وبسيبها تستوي كويس جدا. وبعد كده بضربها سواء بقى بالهاند بلندر او لو مفيش هاند بلندر بالخلاط ونعبيها. بتحبي تصفيها صفيها وعبيها. عملت لي كمية محترمة ان شاء الله. لو عرفت انزل اجيب تاني هجيب تاني لانها بجد ايدي ورجلي في البيت. بصوا بقى يا اماراتي، النهاردة هنعمل مع بعض مخلل جزر تحفة 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 تحفة، بجد طلع حلو جدا جدا جدا. وعايزة اقول لكم ما شاء الله تبارك الله هو قرب يخلص اصلا. عملته بأبسط أبسط أبسط طريقة، وحاجة كده في دقيقتين كده هتخلصي. طبعا انا مش هشرح دلوقتي انا بعمله ازاي، انا باذن الله هنزله لكم في فيديو منفصل بالتفصيل علشان التركات ما تتوهش مننا. تمام يا امارات؟ تمام. نذكر الله كده بقى يا بنات واحنا شغالين، وطمنينوا عليكم كده، قولولي عاملين ايه، اخباركم ايه، عملتوا حاجة للعيد الكبير ولا لسه؟ هل عندكم حاجة محتاجة لتنظيف عميق ولا لأ؟ طبعا كلمتكم في الموضوع ده الفيديو اللي فات. مواعيني يا مواعيني، اهيانا يا مواعيني اللي ما بتخلصيش. طبعا ربنا يعمر بيوتنا يا رب يا بنات. اللي بيزعل من المواعين من كترها ما تزعليش، ده خير وبركة في بيتك. ربنا يا رب يعمر بيوت المسلمين جميعا وتفضل المواعين عندنا كتير. بصي يا قمر، انتي لو ما بتحبيش غسيل المواعين اسمعي كلام نصيحة والله مني ليكي. امشي بالخطوات اللي انا بعملها في غسيل المواعين والله هتحبيها وهتحسي اصلا ان هو وقت ممتع كده انتي بتقضيه في المطبخ. مش لازم تعمليها في زنقة، مش لازم تعمليها في وقت الحر القوي ده. عادي هوني على نفسك، اعملي الحاجات اللي برا اللي ينفع تقعدي قدام مروحة، اللي ينفع تعملي حاجة يعني في وقت طراوة كده. يا اما اغسليها بدري يا اما اجليها شوية متأخر لحد الجو في المطبخ ما يبقى كويس لو عندك المطبخ بيبقى حر جدا.
الا بقى لو خلاص فعلا في يعني ظروف او حاجة ضرورية ان انت لازم تقفي تعمليها دلوقتي حالا. طبعا ربنا يرحمنا يا رب، الجو فعلا حر جدا. فاليوم ده انا كنت بعمل المواعين بتاعتي بالليل. تمام، بعمل ايه الاساسيات بالنهار، سواء بقى غدا. فاهمين، في حاجات كده ما ينفعش نستنى عليها. يعني مثلا الصلصة دي انا عملتها من اول ما صحيت علشان تقدر اخلصها وتبرد كده على مهلها عشان اقدر اشيلها تاني في الفريزر. وطبعا يا بنات الدرج بتاعها اتشال واتغسل وبقى زي الفل وترصت كده على نظافة، وبجد ببقى مبسوطة جدا ومرتاحة لما بعمل حاجة زي دي. بصوا بقى يا بنات، يعني واحنا شغالين اهو خلاص خلصنا المواعين. طبعا هي مش بالسرعة دي، بس والله هي للبنات الامورات الجداد معايا. انا طريقتي في غسيل المواعين ان انا لازم بشطفها كويس جدا قبل ما بغسلها، وبعد كده بغسل الحوض بتاعي كويس، وبعد كده اخد بقى حاجة طبعا بصنفها. الكوبايات الاول، المعالق بعد كده بلاستيكات، بعد كده بقى لو في حلل او حاجات زي كده. بتلاقي نفسك والله خلصتي وما حسيتيش بالوقت ولا مجهود ولا اي حاجة، بالعكس الجو حر اصلا، فبتبقى الدنيا كده ايه، تروى معاكي. قلت بقى ايه في اخر اليوم كده نروق على نفسنا ونعمل احلى كيك مع بعض. طبعا انا عملته معاكم كتير جدا قبل كده يا بنات. دي كيكة البسيسة مش الكيكة العادية، ودي مقاديري فيها: كوباية الا ربع زيت، كوباية لبن، كوبايتين يا بنات سوري، هو نص كيلو على فكرة، بيبقى نص كيلو لبن على المقدار اللي انا هعمله دوت. كوباية سكر، وطبعا السكر على حسب الرغبة، في ناس بتحب تزود كوباية ونص، وفي ناس بتحب تحط كوباية، بس انا بستكفى بالكوباية. حطيت والله كوباية ونص، يا لو على الزهايمر. لا انا اليومين دول ما شاء الله بقيت فل. كوباية ونص سكر يا بنات. هنقلب طبعا الميكس ده كويس جدا 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 لحد ما السكر يدوب معانا، وبعد كده هننزل بالبيض. ممكن تحطي 2 بيضة، ممكن تحطي 3 بيضة. كنت انا عملت لكم يا بنات قبل كده طريقة عمل الكيك بدون بيض وبدون لبن، ان شاء الله باذن الله هنزلها لكم في شاشة النهاية. اتمنى تروحوا تشوفوا. طبعا الفانيليا اساسي معانا طالما في بيض، ومعلقة خل برضو هتنزل معانا. معلقة الخل دي يا بنات سحر سحر في اي كيكات، لو ما بتجربوهاش جربيها على ضمانتي. دي معلقة الخل تدي طراوة كده للكيكة وبتخليها هشة وفتحة حلوة، لا حلوة بجد بجد بجد. اهالينا زمان على فكرة ما كانوش بيحطوا خل، وسبحان الله والله برضو كانت الحاجة بتطلع من ايديهم حلوة والله العظيم. بركة ربنا بقى في الحاجة. هنا كنت لسه ما جبتش المنخل، وكانت المعاناة بقى في نخلة دي، كنت بعذب نفسي والله، بس الحمد لله جبته يعني، لان ده مقطع قديم. البنات اللي متابعيني هيبقوا عارفين ان ده مقطع قديم. وطبعا يا بنات نسيت اقول لكم ان احنا قبل ما بنبدأ في الخطوات دي كلها لازم نشغل الفرن بتاعنا على اعلى درجة حرارة عشان يسخن معانا كويس جدا. برضو ده سر من اسرار نجاح الكيكة. بصوا يا بنات بقى، انا طريقتي في كيكة البسيسة كوباية دقيق ذرة عليها كوبايتين دقيق ابيض. تمام، بندخل بقى كل ده كويس جدا. وممكن تعملي نص ونص، يعني كوباية ونص دي ذرة وكوباية ونص دي ابيض، بتطلع بقى كده ايه، حاجة كده اللي هو انتي مش عارفة دي بسيسة ولا كيكة، بس حاجة طعمها حلو جدا 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 وجميلة. لا جميلة بجد والله ما شاء الله تبارك الله. احنا عندنا هنا في البيت بنحبها جدا. خلاص كده هندخل بقى كل كمية الدقيق بتاعتي وهقلبها كويس جدا،
وبرضو يا بنات انا بنخل البيكنج باودر معايا. نشكر الله كده يا بنات واحنا شغالين. اسفه يا بنات على صوت الدق اللي شغال ده، والله ربنا يهديهم. انا بقالي شهر في الحوار ده. دي لو عمارة بتبني كان زمانها خلصت اصلا. بس تقريبا كده يعني ايه بيشتغلوا براحتهم كده يعني. بصوا رجع تاني اهو. ربنا يهديهم بجد عشان الموضوع ده بقى ايه معصبني شوية. إيه، انا بصدع يا بنات، بصدع بسرعة وبصراحة الموضوع مش مستحمل ده. وعايزه اقول لكم كده الصوت واطي جدا يعني. اوقات بقى بيبقى بهيلتي كبير كده مع دق كمان. ف ربنا يعينهم يا رب، ده شغلهم طبعا. بس الواحد خلاص مش قادر بجد والله العظيم. يلا الحمد لله. ما تنسوش يا بنات ذرة الملح. دي سنة في اي كيكات او معجنات. ذرة يا بنات، ها ما تكتروش عشان ما تطلعش حادقة منكم. بصوا بقى قلبناها كويس جدا جدا جدا. وبعد كده بقى هنجيب اي صينية، القالب اللي هننزلها فيه. انا يا بنات مش ببدرها، انا بس بدي مادة دهنية. وبحط زيت كمان، مش بحط سمنة. واهم حاجة بس ايه ندهنها كويس كده علشان ما تلزقش ولا اي حاجة. وبألف هنا وشفا، وبتطلع زي الفل. اتمنى منك يا قمر لو انتي وصلتي معايا لحد اخر الفيديو وانتي مش مشتركة نوريني باشتراكك فضلا وليس امرا. وفعلي لي زر الجرس للكل عشان يوصلك اشعار مني بكل فيديو جديد بنزله. واكتبي لي كومنت يا قمر عشان اقدر ادخل ارحب بيكم. وبحبكم جدا في الله. وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي. وشدوا حيلكم معايا كده علشان اخر فيديو بجد زعلانة جدا من مشاهداته ولايكاته. فاستودعكم الله ومع الف سلامة. وهتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي. مع الف سلامة.